المشاهد الجريئة في الأفلام ووجهة النظر منها من الأمور اللي دايما بتثير الجدل باستمرار، وبعض الناس بتقول طالما في سياق الدراما يبقى تمام وده جزء من الحياة الطبيعية، وناس تانية بتقول لأ، لازم يكون في سينما نظيفة، وناس تتخانق وناس تأيد وناس ترفض. لكن في النهاية ده موجود وبيحصل، وفي ناس بتتقبله وفي ناس لأ. لكن مع ذلك الساحة الفنية فيها نجمات رفضوا يقدموا النوع ده من المشاهد حتى ولو كان في سياق الخط الدرامي. تعالوا علشان نشوف مين النجمات دول. نجمات كتير اختاروا بعد عن المشاهد الجريئة. عندنا مثلا الفنانة زينة، كشفت إنها رفضت تلعب دور في فيلم مذكرات مراهقة للمخرجة إيناس الدغيدي، وده كان قبل التصوير بيوم واحد، وكان عمرها وقتها 16 سنة، وده كان بسبب المشاهد الجريئة اللي فيه، ولكن أهلها رفضوا إنها تقدم ده. النجمة نيللي كريم كمان من النجمات اللي كشفوا بشكل واضح رفضهم تقديم المشاهد فيها عري أو إثارة، وده حرصا على مظهرها قدام عيلتها وأولادها، وبتعتبر إن دورها في فيلم انت عمري كان بعيد عن الجرأة والمشاهد كانت عادية وطبيعية. الفنانة ريهام عبد الغفور من النجمات اللي رفضت النوع ده من المشاهد، وكمان مش عايزة أولادها يشوفوها وعايزاهم دايما يفتخروا بيها. كمان احترامها لنفسها ورا القرار ده، وكشفت إنها بالفعل رفضت أعمال فنية بسبب مشاهد القبلات والإغراء، وقالت إنها مش حابة بعد ما تموت تسيب تاريخ زي ده والناس تقول عليها كانت ممثلة إغراء. الفنانة منى زكي كمان كشفت رفضها للمشاهد دي، ولكن بتحاول تقدم حاجات شبهها وتقدر تستمتع بيها، ورغم إنها تعرضت لانتقادات بسبب فيلم احكي يا شهرزاد، لكن هي مش شايفة إنها قدمت فيه إغراء جامد للدرجة اللي تخليها تتعرض للهجوم، وكشفت إنها مع الإغراء المحترم ضمن السياق الدرامي. عندنا كمان النجمة ياسمين عبد العزيز، واللي عندها حدود من يوم ما دخلت الوسط الفني، وعمرنا ما شفناها بتقدم النوع ده من المشاهد، ومع ذلك هي نجمة وناجحة. وكشفت إنها بترفض تقديم النوع ده تماما، لدرجة إن المخرجين ما بقاش عندهم الجرأة يطلبوا منها الطلب ده. النجمة السورية كندا علوش كمان من الفنانات اللي مش بيعملوا النوع ده من المشاهد، وأكدت إن هي ما عندهاش الجرأة من الأساس لتقديمها، رغم إنها اتعرضت عليها كتير، ولكن هي ما بتقدرش تلبس ملابس مكشوفة أو حتى تعمل مشاهد إغراء. الفنانة أيتن عامر برضو أعلنت رفضها لمشاهد الإغراء اللي بتكون من غير داعي، وده لأنها مش عايزة تحس بالخجل قدام أسرتها بعد كده، وإنها كمان مش عايزة الناس في البيوت تمنع أولادها من أعمالها علشان المشاهد دي. الفنانة مي عز الدين كمان انضمت لطابور الرافضات للمشاهد دي، سواء إذا كان عري أو إغراء، لكن هي ما عندهاش مانع من تقديم الأحضان وبس، وده على حد قولها لأنها في أهل رومانسي. وأخيرا الفنانة غادة عادل كان ليها موقف واضح وصريح لما رفضت المشاركة في فيلم الديلر بسبب مشهد فيه قبلة بينها وبين الفنان خالد النبوي، لأنها خايفة على مشاعر أولادها وأسرتها كمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت تقولوا لنا رأيكم تحت في الكومنتس. كان معاكم محمد البسيط من على المصطبة. سلام.